طيب حنتابع حالة أخرى. ركلة جزاء وليس هنالك أي قرار غير ركلة الجزاء في هذه الحالة، لأنه مهاجمة من الخلف مع خص داخل منطقة الجزاء. عبد الرحمن نرجع، نعم نرجع للقطة ثاني. أيوة. ضرب من الخلف، لاعب ضرب من الخلف مع زي ما قلت لك العناصر كلها متوفرة في يعني استفاد وطلع الكرة إلى رمي التماس. بركلة الجزاء اللي ليس هنالك ركلة جزاء، بل هنالك كرت أصفر للاعب الهلال شيبولا في هذه الحالة، لأنه ليس هنالك إعاقة، ليس هنالك إعاقة، لأنه اللاعب شيبولا لعب الكرة والكرة يعني طلعت من رجله زي ما تحدثنا في المباريات السابقة إنه هذا اللاعب في هذا اللاعب الكرة انطلقت من رجله. طيب إذا كان اللاعب ده إذا كان هو قدامه في مدافع، هو لما فقد الأمل في إنه يصل الكرة تحايل على الحكم واصطدم برجل اللاعب، اصطدم برجل اللاعب ووقع على الأرض، فما كان على الحكم إلا أن يحتسب مخالفة ضد اللاعب شيبولا وإعطاء الكرت الأصفر للتحايل السيميليشن داخل منطقة الجزاء. ودي الحالات اللي بيستحق فيها اللاعب المهاجم البطاقة الصفراء للسيميليشن. فدي من القرارات القوية جدا جدا لحكام كرة القدم، في انه لانه في واحدين بعد مرات الواحد يعني بيقع لك طريح الارض بيكون فتر او جل الكوره او حصلت له اي، لكن اعاقه ما في، بيكون بيقع لك دي عاديه ما فيها حاجه بقول لها العب. ولكن هذه الحاله يستحق عليها لاعب الهلال شيبولا البطاقه الصفراء للتحايل على حكم المباراه.